السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم وصفه فراخ ان شاء الله تعجبكم بتتبيله جديده. تنفع على سفره رمضان، تغيير بطعم وشكل وريحه تاخد العقل. تتبيله الفراخ بتاعتنا بقى النهارده محتاجين فرخه، دي فرخه كامله، ودي التوابل بتاعتنا: نص معلقه بصل بودر، توم بودر، معلقه كبيره مستردة حب، دوت زعتر، معلقه زعتر، معلقه ملح، فلفل اسمر، ريحان، بابريكا مدخنه، وعندنا مستردة، وثلاث معالق عسل ابيض، ومعلقتين كبار زبده طريه. هنيجي كده هجيب الفراخ بس بتاعتنا كده، ابتدي اعمل فيها ايه شرايح عشان التتبيله تخش جواها. زي ما انتم شايفين كده، هروح بقى ايه جايبه كل التوابل بتاعتنا حطها على الفراخ، واحط المستردة، وده العسل بتاعها. طبعا بقى التتبيله دي كل ما تقعد في التلاجة كده وفي الفريزر تعينيها تتبيله الفراخ وتحضريها بتبقى طعمها تحفه. ودي الزبده سيحتها شويه عشان كانت متلجه. اهم حاجه بقى ندلج الفرخه كده اكننا بنعمل لها مساج كده عشان التتبيله تخش في كل اجزاء الفرخ. هنغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة ليلة كاملة تكون شربت من التتبيلة بتاعتها. الفراخ بعد ما تبلتها بقى وقعدت ليلة كاملة في التلاجة، هجيب الصينية دي واحط فيها زي شبكة كده، وانزل بالفراخ ارصها عليها، والصينية تحت حاطة فيها مية عشان تبقى مشوية كده ناشفة، متبقاش ايه فيها مية، سوائل يعني الفراخ. بقية الصوص ده ينزل كده على الفراخ. ورق فويل اغطيها وادخلها الفرن، وبعد ما تستوى اشغل عليها ايه الشوايه. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، دخلتها تحت الشوايه بقى، وبقيت احط من الصوص ده كل شويه واسقيها كده عشان تبقى بتلمع، لان الصوص ده كله زبده. وبألف هنا.